موعد مباراة برشلونة ضد ريال اوفيدو في الجولة السادسة من الدوري الاسباني. بس قبل اي حاجة، لو انت مهتم باخبار نادي برشلونة والدوري الاسباني اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. برشلونة بيواصل سلسلة نتائجه المميزة في الدوري الاسباني بعد فوزه الكبير على ختافي 3-0 في الجولة الخامسة. اهداف البارسا جت عن طريق فيران توريس في الدقائق 15 و34 وداني اولمو في الدقيقة 62، وبكده رفع الفريق رصيده ل 13 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقط عن المتصدر ريال مدريد، ليواصل مطاردته الشرسة لغريمه التقليدي على صدارة الليجا. الموسم ده برشلونة باين عليه تطور كبير عن الموسم اللي فات. الفريق بيلعب بسرعة وتمريرات من لمسة واحدة خلت الخصوم عاجزين عن ايقاف هجومه، ومدربه هانز فليك قدر يخلق منظومة هجومية متنوعة، خصوصا مع وجود اكتر من نجم في كل مركز، من فران توريس الهداف الجديد ب4 اهداف لراشفورد صاحب ال4 اهداف هو كمان لحد داني اولمو وباقي المجموعه. وده خلى برشلونه يسجل في 25 ماتش متتالي ويمشي بخطى ثابته محليا واوروبيا. في المقابل ريال اوفيدو بيعاني في الدوري وداخل الجوله السادسه وهو في المركز ال17 ومعاه 3 نقط بس، جابهم من فوز وحيد على ريال سوسداد 1-0 وخسر باقي مبارياته. اما عن موعد المباراه فالمباراه هتكون ان شاء الله الخميس 25 سبتمبر الساعه 10:30 مساء بتوقيت القاهره ومكه على ملعب كارلوس تارتيري مع فريق ريال اوفيدو. وهتنقل المباراة على شبكة قنوات بين سبورت على قناة بين سبورت HD1. كده وصلنا للنهاية. لو انت مهتم بأخبار نادي برشلونة والدوري الأسباني اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.